التأثير النفسي لهذه الخيانة الرقمية، الخيانة على السوشيال ميديا، على الطرف المتضرر سواء كان الراجل أو الست؟ وهل الأثر النفسي بيكون على الست أكتر بكتير من الراجل ولا لأ؟ فكرة ان احنا نقول التأثير النفسي، يعني طبعا احنا بنتكلم في يعني صدمة، وخصوصا حسب شخصية الطرف التاني. لو احنا هنتكلم ان الزوجة لقت زوجها آه، خلينا نقول متمادي مثلا او بيكلم حد، ودي على فكرة بقت يعني لو بيجي لي 10 مشاكل في منهم 4 5 متعلقين بمواقع التواصل، متعلقين بفكرة ان هم بيكلم حد، لا بيواعد حد، والامر ممكن يصل من بداياته خالص حاجه بسيطه جدا والعياذ بالله زي ما انت بتقولي كده، اللي خلاص احنا هقابلها، ببعت لها لوكيشن، هي بتبعت لي لوكيشن، بنعمل مكالمات فيديو ايا كان. ففكرة الأثر النفسي على الست لحاجة زي كده، أول حاجة، أول نقطة يعني بيندرج تحتها فكرة الماضي بتاع الزوج. يعني والله أنا زوجي مش بتاع الكلام ده خالص، وهنا بتبقى الصدمة الكبرى، والصدمة والأثر النفسي عليها بيبقى كبير جدا، لأن هي بتبقى حاسة إن فقدت أول حاجة الثقة في نفسها. تاني حاجة، أول حاجة بفقد الثقة في نفسي، هو في إيه اللي حصل. تاني حاجة الزوجة بتفقد الثقة في الشريك الآخر، الزوج ماله، إيه اللي جرى، عمره ما عمل كده، متجوزين بقى لنا سنين طويلة، العلاقة بينا كويسة، الدنيا كويسة. فالصدمة عند النموذج ده بتبقى أعلى بكتير من الزوجة اللي تقول أنا أخده وعارفة إن هو كان بيكلم حد وقال لي بطل بس رجع تاني. فهنا بتبقى عندها نوع من أنواع التأهيل شوية، أو مش مستغربة الأمر، يعني هي عندها صدمة منه، ولكن هي مش مستغربة لأنها ممكن تكون ادت لها مقدمات أو شافت حاجات بسيطة أو إنما الصدمة الحقيقية بتبقى للشخص مش متوقع منه، شخص محترم، شخص كويس جدا، هي مش قادرة تتجاوز. فبتبقى أول حاجة الثقة في نفسها، تاني حاجة الثقة فيه، تالت حاجة جزء الاحترام، رابع حاجة الاضطراب في رد الفعل. أنا مش عارفة والله أطلق، أكمل، أسامح، ما سامحش، أعتذر، مش قابلة، أواجه. فهي بيبقى في نوع من أنواع الاضطراب. فالاضطراب ده مفيش حد هيمر بالكلام ده، فقد ثقة والكلام ده، ويبقى هو متزن بقى مع نفسه كده، أو مع أولاده، أو في حياته، أو في شغله. فبيبقى نوع من أنواع الهزة كده، زي ما تجيبي حد ويترج أو ترجيه جامد، فهي بتبقى كل حاجة عندها متبعترة. فاستعادة التوازن، وان هي تمسك نفسها كده والدنيا فيها ايه، بتاخد وقت، وبتبقى محتاجة لازم دعم من الآخرين، وخصوصا ان اغلب الستات الى حد ما بتبقى متسمة بالعقل شوية، ان هي مش عايزة تسمع عليها حد، فلا بتحكي لاهلها ولا بتحكي لاهله ولا بتحكي لحد، بتدور على حد خارجي، حد نفسي، حد اسري، حد افكر معاه، صديقة، لانها بتبقى خايفة تشوه صورته لانه مش بتاع كده، او عندها اولاد في مراحل حرجة. فدي بتبقى اكتر النقاط اللي بتتاثر، فكره ان انا الواقع النفسي عليها هي بيبقى ازاي. الزوج يعني خلينا نبقى نقول، لانك قلتي على ده وده، فكره الزوج هو مش كتير، لان يعني برضو خلينا منطقيين، الزوج لا يتحمل هذا الامر، ولو حصل لا قدر الله بيبقى حاجة من اتنين، يا إما بياخد قرار الانفصال، يا إما بيبقى في بعض الأزواج إن هي اعتبرت إن دي نزوة وكذا، حسب الأمر. ولكن هي فضل الله إن شاء الله يعني إن هذا الأمر مش موجود وسط النساء، ربنا يستر على بيوتنا، لأن هي زي ما بقولك بتبقى عند الرجالة فكرة إنها هتجوزها، إنه ممكن يتجوز عليا، فبالتالي هي بتروح في الناحية دي. بس يا أستاذة أشجان الحقيقة ده بيبقى مدخل لكتير من الرجالة علشان يعملوا التصرفات. إيه يا جماعة، أنا بتواصل معاها علشان أنا عارف إن أنا عايزة أتجوزها، وإن أنا من حقي التعدد. ماشي يا فندم، أنت من حقك التعدد، لكن التعدد له أصول وله شرع. أنت عشان أنت لما رحت اتجوزت مراتك الأولى عملت معاها كده؟ قعدت تتكلم معاها على السوشيال ميديا، طب اقابلك، طب خدي صوره، طب اعملي، طب مش عارف ايه، ما بيبقى فيه اصول. وفي بيبقى الاصعب بقى اللي بيقول لك اصل هي مقصره فهي اللي اضطرتني اعمل كده، اصل هي سايباني في فتنه ومش عارفاني فاضطرتني اعمل كده. يا جماعه لو احنا دورنا لكل خطأ وحاجه محرمه على مبرر ليها، هنلاقي للقاتل مبرر، ولا للزاني مبرر، ولا للسارق مبرر، كل واحد يبقى عنده مبرر. الحرام حرام وبين، الحلال بين والحرام بين. ففكره ان انت بتعلق شماعه، فكره ان انا هتزوجها، خلي بالك يمكن واحد في الكام ألف اللي الدنيا بتصحه بالجواز بهذا الشكل.
يعني انا معايا مشكله كبيره جدا اليومين دول، حد زوج كبيره جدا، يعني عارفه الدنيا كل شويه وطلقتين وناقص واحد، أو جو كبير جدا وخمس اطفال، حوار كبير. ولكن الفكره يعني قعدوا كل جلسه، ففي الاخر خالص وانتوا اتجوزتوا ازاي؟ يعني الفكرة الجواز كل الاختلافات اللي بينكم دي والصدامات مم. والأسس عند كل واحد فيها مختلفة تماما تماما. مم. ومش فكرة ان احنا يا جماعة بناخد حد مختلف يبقى لازم يحصل ده، لا. احنا بنتكلم احنا لازم نكون مختلفين، بس عندنا قواعد ثابتة اللي هي الحلال والحرام، الصح والغلط، العيب واللي ما يصحش، العرف، مم. المكان، كل الكلام ده. لما يبقى في دول خلل يبقى في حاجة بقى، احنا اخدين من بيئة تمام. تانية خالص. مم. فالفكرة ان هم اتعرفوا على بعض على النت، وهي هنا بدأت وهي بعتت ومعرفش ايه فهي دي البذرة بقى، يعني انا من حتة اه. وحتة فطبعا هي فكرة الجواز من على النت برضو لازم له محاذير وله ضوابط وله شكله. مش فكرة انبهرت اكيد. بشخصيتها وكانت شخصية عملية وايه، وانا مم. انبهرت بشخصيته كانت كل البنات حطاه هدف، فاحنا ما شاء الله احنا التقينا، وانا في حتة وانا في دولة وهو في دولة اصلا مم. وتقابلنا. مم. فلا. فهي فكره ان انا بقول ان كل واحد يبقى فكره القاعده الاساسيه اللي بنتحرك بيها، ما ينفعش ان انا اقول اصل انا هتجوزها اصل تمام. انا هعمل. بالظبط، ف- اتضحت الصورة. طب إيه الصورة؟ طب أستاذة أشجان، دلوقتي لما بتقعد تشتكي الزوجة وتزعل وتبكي ويبقى فعلا فعلا حالتها النفسية سيئة، بتلاقي بعض اللي حواليها بيواسوها بإيه؟ يا ستي معلش، ده كلمة اتقالت، ده كذبها من ورا تليفون، من ورا شاشة، يعني انت كنتي شفتيه قبلها، يعني هو كان شافها، يعني هو كان لمسها، يعني فبيبدأوا يفرقوا ما بين ان كل اللي حصل حتى من كلام كله سيء وغير اخلاقي وغير شرعي في غزل وي كل الكلام ده كله عادي، بس لو كان اتطبق على أرض الواقع هو ده اللي مش عادي. فبيفرقوا في الألم ما بين الخيانة دي وما بين الخيانة دي. فهل فعلا الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي أقل ألما من الخيانة الجسدية؟ لا طبعا، هي لو احنا بسطناها كده فهنقولها عادي. هي مشكلتها ان هي بتفتقر بس لموضوع اللمس فقط. مم. يعني هي مكتملة الأركان، الكلام، التجاوز، الصور، يعني التخيل، فيها كل حاجة. هي بس بتفتقر اللمس. يعني فكرة ان انا اقول لحد يقول طب ما هو كده الزنا لا يتم، طب هو ليه بقى ربنا عز وجل قال العين تزني وزنها النظر والأذن تزني وزنها ليه؟ لا، طب ما هي خلاص، ما يبقى لما يلمسها يزني. ليه عطر المرأة اللي بنشمه اللي يشمه الراجل لو فعلا هي ماشية ومتعطرة بعطر مم. قوي وهو شمه، فهي كده عقوبة ليه؟ زنا ليه؟ بالظبط فهي بالظبط. لو احنا بسطنا من الأمور البسيطة، هو عنده الأركان كلها مكتملة ما عدا ركن واحد، وغالبا الركن ده للأسف بيبقى فيه خلل. يعني والعياذ بالله الخيانات الرقمية، الخيانة الكاملة اللي هي بقى صور أو فيديوهات أو بالظبط قصص كتيرة بالظبط. جدا واحد لما بيسمعها. ففكرة هو ما هو بيحصل يعني هو خلاص، يعني هو الامر بنفقد السيطره عليه. هو خلاص يعني هو ناقص ايه؟ هو ناقص بس يلمسها. ما هو بيقول كل الكلام اللي بيقال بين الزوجين، بيتخيل، بيوصف، بيعبر، بيعمل كل حاجه كل حاجه. فبيبقى ناقصه اللمس. ولكن هي دي بتبقى يعني ايه، عارفه، مم. زي القصه اللي مكتوبه كامله، ولكن الامضه او الختمه بتاعت ناقصها الروايه غير. إيه؟ الحاجة الأخيرة. تمام. بالظبط. لكن مم. هي لا، واقعها واقع خيانه. طب أستاذة أشجان، في حاجة